السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد فترة انقطاع عن القناة جينا لكم تاني. احنا كنا بنقدم حلقات كل فترة كده من اللي هي الكوميكس، ولكن ما كناش بنقدم حلقات مباشرة زي دي. فالحمد لله على السلامة، والحمد لله وصلنا بخير ورجعنا لكم تاني في حلقة كده على السريع. أنا طبعا كنت يعني ناوي إن أنا شوية كده أبعد عن المجال، بس في الحقيقة في شوية أحداث حصلوا في البلد خلوني مش قادر ما أتكلمش فيهم بمنتهى الأمانة والحقيقة. كنت انا عامل حلقه قبل ما انقطع عن القناه. ده حقيقي وهي موجوده، ممكن انزلها بكره، بس حتى لو نزلتها بكره ما تستغربوش لان الكلام اللي فيها هيبقى قديم شويه، لان أنا عامل حلقه اول ما ابتدى النور، موضوع النور ده ينقطع باستمرار. لكن احنا في الوقت ده عرفنا ان هو الموضوع مجرد فتره بسيطه، اسبوع. حتى رئيس الوزراء صرح انه ممكن يوم الثلاث، انا فاكر والله، صرح ان هو ممكن يوم الثلاث اللي جاي الموضوع ده يخلص تماما بشكل كويس، ونكون سيطرنا على الموضوع، وان احنا عندنا محطات عندها كفاءة كبيرة جدا في ان هي تغطي مصر كلها. قلنا طيب تمام مفيش مشكلة لما البلد تبقى في أزمة ولا كده نسعي فيها. بالرغم، خلينا نقول برضو اللي لينا واللي علينا، ان نفس الموضوع ده حصل ولكن كان بفعل فاعل. يعني حاليا هو معمول بإرادة كده، او بقرار من الجيش او بقرار من السلطة الحاكمة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في عهد الدكتور محمد مرسي رحمه الله رحمه الله عليه حصل الكلام ده، ولكن كان بفعل فاعل. الدنيا قامت وما قعدتش. ده الغريب. هي المشكله يا جماعه مش في الساعه اللي احنا هنقعدها من غير كهرباء. على ما وزعوها كده كل منطقه تقعد لها ساعه، مثلا من الساعه كذا للساعه كذا. وانا طبعا قصه التوزيع دي قصه كويسه، بس عشان ما نخرجش بره اطار الموضوع خلينا نتكلم في الاساس. احنا ما فيش مشكله لما البلد يبقى فيها ازمه ونسائل فيه، لكن خليني ارجع بالزمن شويه 10 سنين بالظبط. ليه الاعلام تحديدا ما كانش مساند القضيه دي؟ وليه اتقال في الوقت ده كلمه لميس الحديد اللي كلنا فاكرينها ومستعدين لو اليوتيوب يدي فرصه؟ لان اليوتيوب حجم قوي علينا في الفتره اللي فاتت، وده سبب انقطاعي كمان عن اداء الحلقات. طب ما احنا عارفين. ممكن نعرض المقطع بتاعها اللي هي بتقول فيه ايه: مش قد الشيله يا دكتور مرسي ما تشيلش. تقيلة عليك الشيلة ما تشيلش. تقيلة عليك يا دكتور مرسي الشيلة ما تشيلش. تقيلة عليك يا دكتور قنديل الشيلة ما تشيلش. تقيلة عليكم يا جماعة الإخوان الشيلة بلاش. وحاجات زي كده بسبب انقطاع الكهرباء. وكان الراجل بيحاول على اخره. والله هو ليس دفاعا عنه لشخصه، ولكن هو دفاعا عن منصبه. هو كان الراجل بيأدي في منصبه على قد ما يقدر، كان بيحاول يسيطر بمنتهى الوضوح والأمانة والشفافية على موضوع انقطاع الكهرباء، ولكن كان بيصلح من ناحية، وكان في ايد خفية من ناحية تانية بتبوظ. وساعتها الإعلام هاج وقال لا لا كهرباء وازاي وما يحصلش، واللي مش قد الشيلة ما يشيلش. وحصل فيلم كبير قوي. ما رعناش الظروف. ليه دلوقتي احنا مطلوب مننا ان احنا نراعي الظروف؟ امين، مفيش مشكله، وراعينا الظروف على اساس ان الحكومه قالت وصرحت ان الموضوع هيكون في خلال يوم انا فاكر اللقاء كويس بتاع رئيس الوزراء، انه الاسبوع اللي فات السيد رئيس الوزراء قال يا جماعه الاسبوع الجاي ادوني بس الاسبوع، يعني الموضوع يخلص الاسبوع الجاي. لافتا الى استمرار في تخفيف الاحمال بالتناوي حتى منتصف الاسبوع المقبل، راى دكتور مصطفى مدبولي. خلينا اقول على الدكتور مصطفى مدبولي صوره رئيس الوزراء ده شخص مجرد صوره محطوطه، صوره كاريكاتيريه كده، او اللي هي زي بتاعه العرايس اللي هي بالحبال دي. فصوره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال يوم الثلاث الجاي يا جماعه ان شاء الله نامل في ان الازمه دي ان شاء الله تمام تنتهي وترجع الامور الى نصابها. في مسؤولين كتير جوه الوزاره واعلاميين كتير قالوا يا جماعه الثلاث الاربع الجايين. خلاص الشعب اتعشم، اخذ المسكن، اخذ اللبوس، خلينا نقول بالبلدي كده. وبعد كده مفيش حاجه حصلت. ده يعتبر دخلنا كده في شهر ونص شهرين ولا يزال. انا صدقوني سبب ان انا عملت الحلقه دي النهارده، وانا قلت حتى هي حلقه على السريع، ان انا كنت بعمل شويه حاجات هنا، فكل يوم النور بيقطع كل يوم، هو ما افصلش خالص عن موضوع القطعان ده. فساعتها كنت بعمل حاجه مهمه قوي لظرف مهم قوي موجود في البيت، فانقطع النور. ساعتها انا اتضايقت جدا، قلت الله هو الموضوع ده مش هيخلص. لان المواطن هيسال طب انتوا ناويين تعملوا ايه؟ لا سبيل قدامنا غير ان احنا نتحرك كلنا في ترشيد استهلاك الطاقه الكهربائيه. كان في مجموعه حواليا ساعتها وانا بقول كده
فهم اقروا قالوا لا الموضوع ده مش هيخلص، ده الموضوع ده مكمل كمان في الشتاء. قلت لهم ليه يا جماعه انتوا بتحضروا اجتماعات من مجلس الوزراء مثلا وعرفتوا الكلام ده؟ قالوا لا يعني هو بالبديهي كده احنا خدنا المسكن. طيب اما يطلع رئيس الوزراء يوم الخميس اللي جاي ويقول لك ايه يعني قدامنا كده اغسطس سبتمبر في الحدود دي، الفرق بين يومين وشهرين ايه؟ احنا كلنا مصر كلها، مش انا لوحدي عارف ومش حضراتكم عارفين، كلنا عارفين ان الكهرباء بتتصدر بره واحنا نقعد في انقطاع. ازاي تصدر بره؟ عشان عمله صعبه، وهتيجي تكلم حد يقول لك عمله صعبه دي تنحرق. العمله الصعبه لها 500,000 طريقه العمله الصعبه تيجي بيها، ولكن احنا كبلد او كحكومه مش مشغلين دماغنا ازاي نقدر نجيب العمله الصعبه. في طرق كتير ممكن نعمل فيها حلقات، كتب نكتبها والله، وحلقات ما تخلصش ملهاش حصر من ازاي نجيب العمله الصعبه وازاي نقدر نستورد ونعمل، بعيدا عن ان انا شيء امتلكه انور لغيري فعلا وانا اقعد في الضلمه. حد سالني سؤال حلو قوي واجابته عندي الحقيقه، بيسالني بيقول لي طيب ما هو كده برضه في الفتره اللي هو بيقطع فيها ما بيستفادش، يعني ما فيش دخل داخله في الحاله دي، انت العداد بتاعك بيقف مش هيعد، فيعني هو مستفاد ايه؟ لا مستفاد. الاجابه بقى مستفاد من ان احنا تقريبا كل شهر او 2 أو 3 شهور بالكتير الكهرباء بتزيد، لما يزود 5 قروش ولا 10 قروش على الفاتوره هيعوض ده، ويبقى في الحاله دي بيعوض اللي هو قطعه هنا، ومن ناحيه ثانيه بيصدر بره عشان الناس تشتغل واحنا نقف في الضلمه. فالموضوع ده يا جماعه عايز وقفه مننا، الموضوع ده حقيقي عايز وقفه مننا احنا كناس. انا ما برضو لا احرض على عنف ولا مظاهره فيها عنف ولا اي حاجه. انا بنقول احنا النهارده احنا شباب ورجال نمتلك السوشيال ميديا، نمتلك الراي، نمتلك الحريه ان احنا ننطلق الى الجهات المعنيه ونقول لا لقطع الكهرباء. الناس اللي عندها مصانع، الناس اللي عندها مستشفيات، الناس اللي عندها عيادات خاصه، الناس اللي انا شفت بعيني والله من كام يوم حاجه في مستشفى حاجه شبه كده، وكان الوضع خطير، فنزلوا على ما يدوروا مكنه الكهرباء. فيلم كده كبير. طب ليه انتوا حاطيننا فيه حكومه وبتصدروا بره؟ هتصدر بره وفر لي جوه. يعني انت بتصدر الفائض منك. هل يعقل ان انا اسيب مثلا الشعب جعان واخد الرز الموجود في البلد اطلعه بره واسيب الشعب جعان؟ اخد الدقيق او القمح اصدره بره واسيب الشعب جعان؟ الشعب يكون عنده اكتفائه، بعد كده الفائض انت بتصدره. الدول المنطق بيقول كده والدول بتعمل كده المتقدمه، ولكن احنا عمرنا ما نكون متقدمين في يوم من الايام. هي دي كانت حلقه على السريع، وبعتذر مره ثانيه ان انا غيبت عليكم المره اللي فاتت او قعدت فتره منقطع، ولكن انا هحاول انزل كام حلقه. كان في كام حلقه والله مجهزهم، واحده عن التدخين، الفتره بتاعت السجاير اللي هي ولا تزال الفتره دي قائمه ومستمره حتى الان، وواحده كان عن انقطاع الكهرباء. حلقتين هحاول انزلهم في خلال الايام اللي جايه في قناه جديده تبعنا. للي يحب، انا ما بقولش روح اشترك فيها، لكن انا بقول للي يحب يشترك فيها. هي قناه فكاهيه ترفيهيه ساخره برضو، بعض المواقف المضحكه، حاجات عجيبه شويه بتاع، اسمها مواقف نت. هتلاقوا الرابط بتاعها موجود في اول تعليق، وهتلاقوه موجود في الديسكريبشن. واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. ما تنساش مش مشترك في القناه اشترك فيها ويفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. سنه سعيده عليكم وكل سنه وانتم طيبين.